أول كلمة أتون. أتون هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية تين. تين التي تعني الطاقة الشمسية أو حرارة الشمس. فهذه في الحقيقة كلمة سومرية. الكلمة السومرية أوتو تعني كرة الشمس التي لها صلة بالحرارة. الكلمة الثانية أساورة. أساورة باللغة العربية تعني فرسان. أساورة. فهذه الكلمة متأتية من كلمة ميران الخورية التي كانت شريحة ميتانية. فأسلاف الكرد البيتانيون كان لهم شريحة باسم ميران، وهذه كانت كنية تطلق على أفراد طبقة التي تلي طبقة الملوك، والتي كان أفرادها هم الوحيدين الذين كان يحق لهم ركوب الخيول والدخول بها إلى ساحة الحرب. فقط هذه الطبقة كانت لهم الحق ركوب الخيول والذهاب إلى الحرب، لأنها طبقة راقية كانت تأتي بعد طبقة الملوك. انتقل هذا المصطلح إلى الميديين والأخمينيين بصيغة أسبا بارا. أسبا بارا أسبا أيضا لحد الآن باقية في اللغة الكردية رغم مرور أكثر من 3600 سنة على الميديين. أسبا يعني حصان. أسبا. وبارا يعني واحد يحمل الحصان، يعني راكب الحصان. بار لحد الآن نحن في اللغة الكردية نستعمل بار يعني حمل. فدخلت إلى اللغة الكردية. وأسبا بارا بمرور الزمن تحولت هذه الكلمة في اللغة الكردية إلى سبا وكانت تعني في البداية محاربون. بعد مرور فترة زمنية أخرى أصبحت هذه الكلمة سبا في اللغة الكردية تعني جيش. فدخلت هذه الكلمة الكردية أساورة قريبة جدا من لفظ سوار يعني فارس. كلمة أخرى أستاذ. هذه الكلمة هي كلمة بهلوية. اللغة البهلوية لغة كردية قديمة. وأيضا نسيت أن أذكر أيضا بأن عندما أقول هنا أذكر هذا كلمات من أصول سومرية، خورية، ميتانية، ميدية، بهلوية، فهذه كلها هم لأسلاف الكرد السابقين. وأيضا الكلمات الميدية والسومرية والإيلامية والخورية والبهلوية هذه كلها ثروة اللغة الكردية وميراث للشعب الكردي. ولذلك وأيضا هذه اللغات لغات أسلاف الكرد كلها أقدم بكثير من اللغة العربية. ولذلك دائما اللغة الأحدث تأخذ من اللغة الأقدم. ولذلك كلمة أستاذ هذه كلمة مفردة بهلوية، هي أستاذ. باللغة البهلوية أستاذ
تسمى أستاذ. وفي اللغة البهلوية أستاذ تعني خبير. هذه الكلمة دخلت أيضا إلى اللغة التركية بصيغة أوستا، وإلى اللغة الفارسية بصيغة أستاذ. كلمة اشتهاء يشتهي الأكل الغذاء. هذه الكلمة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية شتا التي تعني طعام، فتحولت هذه الكلمة، اقتبسها العرب وتغير معناها عندهم، فأصبح المعنى من طعام إلى اشتهاء، وطبعا علاقة مباشرة لها مع الطعام. فأستخر هذه كانت عاصمة الإمبراطورية الساسانية قبل انتقال العاصمة إلى ماديان تيسفون أو المدائن كما يسميها العرب. هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية أستيرك التي تعني صد صغير. فأستخر تعني هذه الكلمة باللغة العربية تعني مكان مرتفع مثل قلعة. فباللغة الكردية أستيرك تعني صد صغير، فاقتبسها العرب وأصبحت تعني منطقة مرتفعة. اقتبس الفرس هذه الكلمة الكردية وحوروها إلى أستخر. كلمة إقليد هذه كلمة عربية تعني مفتاح. إقليد هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية كليل التي تعني مفتاح. حتى كلمة الله أيضا كلمة الله مقتبس من اللغة السومرية. فالله يتركب الاسم من الكلمة السومرية آل، وللتعظيم في اللغة السومرية للتعظيم يكررون الكلمة، فالكلمة آل اسم الإله السومري، فأصبح لتعظيم الإله، هذا الإله كانوا يكررون الاسم آل، فأصبح الله في اللغة العربية. فحيث في البداية كانت تعني الإشراق واللمعان والسماء كأعلى موقع في الكون، يعني الإله. فبعد أن تنازلت الإلهة السومرية إنانا عن عرش السماوات على أثر استلاب الأب الرجل سيادة المجتمع على الأرض، احتل الإله المذكر العرش في نهاية العصر الزراعي ومطلع العصر التاريخي، كما تؤكد ذلك المجريات التاريخية في بلاد سومر. استعار الأكاديون هذه الكلمة السومرية بصيغة أو عال. الأكاديون اقتبسوها من السومريين وجعلوها أو عال أو إيل، ودخلت في أسماء العلم الأكادية في بلاد سوبارتو. ساد هذا المصطلح بين الخوريين أيضا في الفترة الواقعة بين سنة 1600 إلى 1500 قبل الميلاد. وعندما وصل هذه المفردة إلى بلاد الشام الحالية موطن الخوريين والميتانيين، استعمله الكنعانيون. كانوا الكنعانيون أيضا يعيشون هناك، وعندي دراسة في عدة حلقات عن الكنعانيون
والكنعانيون أيضا ليسوا عرب، بل أكثريتهم من أسلاف الكرد، كانوا يعيشون. الكنعانيون هم كانوا من الخوريين والميتانيين. وعندي دراسة ونشرتها معززة بمصادر موثوقة. وأيضا الفينيقيون أيضا. فاستعمله الكنعانيون للدلالة على رب الأرباب، وكان يعني عندهم الجبار القوي صاحب العز والعظمة عند الكنعانيين. بدأ العبرانيون يستعملونه. اليهود يعني أخذوا هذه الكلمة بصيغة إلوهيم، حيث تم تسجيله في بداية القرن السادس قبل الميلاد في سفر دانيال في آية 36. وقال اليهود عنه هائيل في حالة المفرد، أو إيليم بمعنى إله الآلهة، التي لفظها العرب لاحقا بصيغة اللهم. الآن نأتي إلى كلمة أخرى، أنجر. هذه باللغة العربية وحتى الإنجليزي أيضا والسويديين، لا أعرف، يمكن الألمان أيضا أخذوا هذه المفردة الكردية أيضا. فأنجر يعني مرساة السفينة. هذا فرد شيء ثقيل ويربطوه بحبل، وعند حتى المياه لا تأخذ السفن. يعني بالأنجر أو أنجر باللغة العربية يتم تثبيت السفن حتى لا تجرفه المياه عند عدم استعمالها. فأنجر هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية لنجر. هذه الكلمة الكردية اقتبسها الفرس أيضا، وبنفس صيغتها الكردية أيضا الفرس يقولون لنجر. وكلمة أخرى أيوان. هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية هيوان. هذه تكون غرفة مع 3 حيطان، والجهة الرابعة تكون بلا حيطان. هذه تستعمل خاصة من قبل الكرد في فصل الصيف، حيث تكون الحرارة عالية، فالعائلة تجلس في هيوان، حيث تأتي تيارات الهواء ويكون الجو في هذه الغرفة أقل حرارة. فهذه أيضا هذه الكلمة الكردية دخلت اللغة الفارسية بصيغة إيوان. كلمة باز هذا طير يتم استخدامه للصيد. هذا الاسم مأخوذ من اللغة الميدية، لغة آفيستا. ففي لغة الآفيستا باز تسمى فاز التي تعني طيران. أصبحت وانتقلت هذه المفردة من اللغة الميدية إلى الساسانيين، أيضا إلى اللغة البهلوية. في اللغة البهلوية تسمى، أصبحت فاز
الميدية أصبحت باج أو باج البهلوية، وأخذها العرب. وأيضا العرب ليست عندهم كلمة إج، باج، فحولوا الإج إلى زاء، باز. باشق، باشق يمكن لا تعرفون معنى باشق، وهو طير، نوع من أنواع الطيور من فصيلة الصقريات، من الجوارح، يعني يأكل اللحوم. فهذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية واشة. واشة هذه كلمة طير، يكون لونه أسود وكبير الحجم، يعيش على اللحوم. كلمة أخرى بديع. بديع يعني حسن، جميل. فهذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية بدو، التي تعني جميل وطيب. هذه الكلمة مركبة من كلمتين، بو التي تعني ذو أو صاحب، ذو مثلا ذو القامة الطويلة، ذو، وهكذا. وكلمة دو متأتية من كلمة توز التي تعني مجوهرات وفتنة. فالكلمتان الإنجليزيتان beauty and beautiful متأتية من هذه الكلمة الكردية. كما ذكرت في المحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي أن أكثر من 50% أو أكثر من نصف الكلمات الإنجليزية مأخوذة من اللغة السومرية. ولذلك هذه تحتاج إلى تحاليل ودراسات، لأن اللغة الإنجليزية الآن الإنجليز لا يفهمون الكتب القديمة، فحصلت تغييرات كثيرة. ولمعرفة أصل الكلمة يجب متابعة التغييرات والتطورات التي حصلت على هذه الكلمة لإرجاعها إلى أصلها. وأيضا الكلمة الفرنسية أيضا بوتيك، أيضا متأتية من الكلمة الكردية بدو، التي تعني في اللغة الفرنسية تعني محل بيع الموديلات والأشياء الجميلة. كلمة برج مأخوذة من الكلمة الكردية برز، عالي يعني. ففي في اللغة الميدية، يعني قبل اللغة الميدية، يعني قبل أكثر من 3500 سنة من الآن. فهذه الكلمة كانت برزة باللغة الميدية، برزة. ولحد الآن نرى هذه الكلمة تحتفظ بها اللغة الكردية لأنهم أحفاد الميديين. وأيضا كانوا يسموها برزة أو برزة. أساس هذه الكلمة هو الكلمة الكردية القديمة بورغ. فحتى كلمة بورغ أقدم من كلمة برزة، الكلمة الميدية. بورغ يعني حتى قبل السومريين. فكانت اللغة الكردية القديمة جدا قبل يمكن 6000 7000 8000 سنة. فهذه الكلمة، كلمة برز، كانت تستعمل، كانت تسمى برج.
البرج كانت في ذلك الوقت كانت تعني جبل البرج. دخلت الكلمة الكردية القديمة برج إلى مختلف اللغات الأوروبية. هذه الكلمة حيث على سبيل المثال اقتبست اللغة السويدية وبيرغ. السويديون يلفظوها بيري، لا يلفظون الجي ولكن يكتبون الجي بيرغ، ولها نفس أي المعنى جبل باللغة السويدية. وأيضا هذه الكلمة الكردية دخلت في أسماء كثير من المدن الأوروبية مثل مدينة هامبورغ، وأيضا المدينة هامبورغ الألمانية، ومدينة أدنبرغ الاسكتلندية. فدخلت هذه المفردة الكردية في كثير من أسماء المدن والمناطق الأوروبية. العفو دكتور، هنا أيضا في ألمانيا يقولون عن الجبل بيرغ. نعم، مأخوذة من اللغة الكردية. نعم. كلمة أخرى برجوازية. فأساس هذه الكلمة هو الكلمة الكردية أيضا برج التي تكلمنا عنها. أساس الكلمة برجوازية متأتية من كلمة برج التي كانت تعني جبل. استحدث مصطلح برجوازية لإطلاقه لسنة على سكن. فهذه البرج الجبل برجوازية، هذا الاسم أطلق على الأغنياء. فكان في الزمن القديم في كردستان كان الأغنياء يعيشون في مناطق عالية على برج، على جبل، فلتمييزهم عن الفقراء الذين كانوا يعيشون في مناطق سهلية حول المناطق التي كان يعيش فيها الأغنياء. فهؤلاء سكان الجبال، المناطق المرتفعة الأغنياء، سموهم برجوازية، طبعا باللغة الكردية برجواز. فسموا سكان المناطق المرتفعة الأغنياء برجواز تمييزا للفلاحين والعمال الفقراء. كلمة برزة، طبعا هذه لها كما تحدثت عنها لها علاقة مع برز العالي. فبرز هذه الكلمة ومشتقاتها مثل بارز، بروز، متأتية من الكلمة الكردية برز التي تعني عالي، حيث يدل الفعل برز على العلو والظهور. هذه الكلمة في اللغة الميدية كانت برزة أو برزة كما قلت. وأيضا في اللغة الكردية اشتقت من كلمة برز بلند يعني عالي أو طويل القامة. فنقول هذا الرجل بلند، أمبياوة بلندا، يعني هذا الرجل طويل القامة. أو نقول أم بنيانة برزة بلندة، يعني هذه البناية عالية. الفرس أخذوا هذه الكلمة الكردية وبصيغة بلند. كثير منا يعتقدون أن كلمة برغل هي كلمة تركية، برغل. فكلمة برغل متأتية العرب والأتراك أيضا، وأخذوها من الكلمة الكردية بالخور أو بالهور، التي تعني شيئا تم طحنه، حيث أن كلمة بل تعني بالكردية شيئا ناعما
وكلمة خور تعني دقيق، أي شيء صغير جدا. فكلمة خور لحد الآن لا أدري، أما سكان العرب العراقيون لحد الآن يستعملون هذه الكلمة الكردية خردة. خردة أيضا يعني النقود الصغيرة، العملات المعدنية، فيقولون خردة. وأيضا صارت في اللغة الكردية أيضا تغيرت، نستعمل خردة أيضا، وأيضا وردة وخردة نفس الشيء. الآن نأتي إلى كلمة برق. أصل هذه الكلمة هي بروسكا، حيث أن حرف هو للتصغير، فهي الكلمة الأصلية بروسك أصبحت عند العرب برق، ونحن نستعمل بروسكا. الصوت الأخير تستعمل في اللغة الكردية للتصغير، تصغير الشيء. فباخ مثلا باللغة الكردية باخ يعني بستان، بينما نقول باخچة، فيعني تصغير للباخ يعني حديقة. كلمة أخرى بركة، تعرفون بركة مياه. فهذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية برك، التي بدورها متأتية من الكلمة الكردية برقة، التي تطلق على المكان الذي يقطع من الأرض لعمل ساقية. كلمة برنامج اقتبسها العرب من الكلمة الكردية المركبة برنامة، المؤلفة من كلمتي بر التي تعني قبل أو أمام، ونام التي تعني رسالة أو خبر. وهكذا الكلمة المركبة برنامة تعني الإجراءات التي يتم القيام بها قبل تنفيذ عمل ما، أي برنامج. وأيضا هذه البرنامة أيضا هذه موجودة في اللغة البهلوية أيضا، فكانوا في اللغة البهلوية برنامج كانت، وأصبحت في اللغة الكردية برنامة، وفي اللغة العربية برنامج. يعني هذه كلمة كردية قديمة عمرها أكثر من 2500 سنة. بريد أيضا كلمة مأخوذة من الكلمة الكردية برد يعني أخذ، برد باللغة الكردية يعني أخذ أو نقل. فأيضا هذه الكلمة كلمة بهلوية أيضا، ففي اللغة البهلوية هذه الكلمة كانت فرد. لحد الآن فرد هذه المفردة البهلوية لحد الآن تقريبا باقية بصيغتها البهلوية في اللهجة الكردية الهورامية. فاللهجة الهورامية، في اللهجة الهورامية نقول برد، ففقط الفي تحول إلى بي. كلمة أخرى بستان.
هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية البهلوية بوستان. فبوستان تتألف من كلمتين. فهذه معظم الكلمات الكردية مركبة، ولذلك عند تفكيك الكلمة المركبة لا نحتاج حتى إلى مصدر، لأن عند تفكيك الكلمة نعرف أن هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية المعنية. فعند تفكيك الكلمة لا نحتاج إلى مصدر، مثلا بستان، فبستان متكون، هذه الكلمة متكونة من كلمة بو يعني رائحة، بو رائحة، ستان يعني منطقة، يعني منطقة الروائح، أي بما معناه المنطقة المزروعة بالأوراد. الورد يعطي روائح زكية. اسم بغداد عاصمة العراق، هذه المدينة مدينة بغداد أسسها أسلاف الكرد الكاشيون. اسم بغداد اسم كاشي. فبغداد كلمة كاشية مركبة من كلمة بق. لحد الآن البق، حتى العرب أيضا أخذوا هذه الكلمة الكاشية بق، تعني تستعمل كلقب لرئيس عشيرة. وكان في اللغة الكاشية بق تعني إله. والجزء الثاني من كلمة بغداد داد يعني باللغة الكردية يعني يعطي، دا. فبذلك بغداد تعني عطاء الله. في اللغة الميدية كلمة بق أصبحت بغ، فتحورت كلمة بق الكاشية في اللغة الميدية إلى بغ، وداد الكاشية إلى دا. وأيضا تحورت في اللغة البهلوية أيضا كلمة دا إلى داتن. لحد الآن الكرد يستعملون داد. وهناك أسماء أيضا كردية، مثلا خداداد يعني عطاء الله. لحد الآن أسماء كردية موجودة أيضا. فبلطة متأتية. بلطة هذه تعرفون، بلطة هذه تستعمل للقطع، فمتأتية من الكلمة الكردية بالطة. فبالطة أيضا بدورها، هذه الكلمة الكردية بالطة أيضا بدورها متأتية من بال يعني ساعد في اللغة الكردية، ساعد اليد. فبال ساعد اليد، والآ كما ذكرت قبل قليل للتصغير، بالطة بال. وبذلك فإن كلمة بالطة تدل على طول هذه الأداة الذي هو أقصر من طول اليد، أي ساعد اليد. فساعد اليد هو الجزء الممتد ما بين مرفق اليد والكتف. كلمة أخرى بنيان، مأخوذة من الكلمة الكردية بنيات التي تعني أساس. الكلمة العربية بنيان متأتية من الكلمة الكردية بن التي تعني أساس، والكلمة الكردية نيان التي تعني وضع. يعني معناه بنيان
يعني وضع الأساس في اللغة الكردية. أصل الكلمة الكردية نيان هو الكلمة الكردية دانان التي تعني وضع. صيغة هذه الكلمة الكردية في اللغة البهلوية أيضا هذه الكلمة موجودة قديمة، كلمة مفردة كردية قديمة قبل العرب. ففي اللغة البهلوية هذه المفردة بن دات. دخلت هذه الكلمة الكردية إلى اللغة الفارسية بصيغة بنياد. فالفرس أخذوا معظم الكلمات الكردية. نأتي إلى كلمة أخرى، بواسير. هذه زيادة تخرج، زيادة لحمية تخرج على مخرج الإنسان، فيخرج منها الدم ويتم إزالتها بعملية جراحية. فبواسير هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية باسورة التي ترجمتها الحرفية هي الالتهاب الأحمر، أي أن مخرج الإنسان يلتهب ويحمر عند الإصابة بهذا المرض. دخلت هذه الكلمة الكردية إلى اللغة الفارسية بصيغتها العربية. من الجدير بالذكر أن هذه كلمة متحورة في اللغة الكردية إلى مايسيري. كلمة أخرى بيادة، هذه تستعمل أيضا في الجيش. الناس أو الجنود الذين يمشون، مشاة يعني بيادة يعني مشاة. أصل هذه الكلمة الكردية بيادة التي تعني ماشي وراكض، أي أن الشخص الذي يمشي ويركض. الكلمة أيضا نأتي إلى تفصيل الكلمة المركبة. الكلمة مؤلفة من با يعني رجل، ويا هي دلالة الحركة، حركة الرجل، ودا متأتية من كلمة دو التي تعني مشي أو ركض. لحد الآن في اللهجة اللرية يستعملون دو للركض. في اللهجة اللرية يقولون دوكت يعني يركض. في اللهجة الكرمانجية الوسطى السورانية يستعملون راكا. إلا أن في الحقيقة يجب القول في اللهجة اللرية أو ما تسمى أيضا باللهجة الكرمانجية الجنوبية، فالكلمات والمفردات والكلمات القديمة العريقة لأسلاف الكرد كثير منها باقية في اللهجة اللرية، اللهجة الكرمانجية الجنوبية. هذه الكلمة دخلت إلى اللغة الفارسية والتركية، هذه الكلمة الكردية بنفس صيغتها الكردية. أيضا الأتراك والفرس يقولون بيادة كما هي في اللغة الكردية. كلمة طازج، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية تازة يعني جديد. فيقولون هذه باللغة العربية
ثمرة طازجة يعني جديدة ناضجة. تجاوز أيضا هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية جاواز التي تعني مختلف. هذه أيضا كلمة مركبة من كلمة جي يعني مكان، وكلمة واز التي تعني الانتقال أو تغيير المكان. وبذلك تكون الترجمة الحرفية لكلمة جاواز هي شيء منتقل من مكان إلى آخر، أي منتقل إلى مكان مختلف. ترجمة أيضا كلمة أخرى، كلمة عربية أخرى ترجمة. هذه الكلمة متأتية من الكلمة الكردية أيضا ترجمة. في اللغة الكردية أيضا هذه كلمة أيضا موجودة. تر موجودة أيضا في اللغة البهلوية. فكلمة تر تأتي في بداية كلمة مركبة للدلالة على التعمق في المعرفة والذكاء. وأن الجمع تعني اللغة، وبذلك الترجمة الحرفية لكلمة ترجمة هي الإلمام الكثير باللغة. ترنيمة هذه موسيقى ترنيمة. هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ستران، حيث أن الفرس أخذوها بصيغة تيرانة، بينما أصبحت في اللغة العربية ترنيمة. تسلط أيضا كلمة مستعربة مقتبسة من الكلمة الكردية المركبة دسلات أيضا كلمة مركبة متكونة من كلمة دس يعني يد التي تعني يد، وهلهات يعني رفع أو ظهر. دس هلهات، وبذلك الدسلات تعني تسلط أو سلطة. تنور الذي يصنع فيه الخبز، وهي مأخوذ أيضا نفس الكلمة تنور في اللغة الكردية. هذه كلمة ميدية في اللغة الميدية تسمى تنورة في اللغة. وفي اللغة البهلوية أيضا تنور. دخلت هذه الكلمة الكردية أيضا في القرآن، وفار التنور في سورة هود الآية 11. ثروة أيضا كلمة مستعربة، كلمة فمتأتية من الكلمة الكردية ثروت، حيث أن كلمة سر هذه أيضا كلمة مركبة. كلمة سر تعني بالكردية المبلغ المتبقي من بيع وشراء شيء ما. وأن كلمة وت تعني بالكردية تعظيم، وبذلك ثروة تعني مبلغ كبير من المال. ثريا هذه الثريا المصباح المستعمل. هذه الكلمة أيضا متأتية من اسم إله النور والحكمة. سورياس الكاشية، إله الكاشيين، فكان يسمى سور أو سورياس. وأيضا اسم سوريا كما ذكرت في المحاضرة السابقة أيضا متأتي من اسم الإله الكاشي سورياش. وأيضا اسم السوريان أيضا متأتي من هذه الكلمة، والتي أصبحت فهذه اسم إله النور، وفي اللغة الكردية أصبحت تدل على المصباح. وأيضا تستعمل نفس الكلمة السوري باللغة الكردية
سوريا. سوريا يعني ثريا في اللغة الكردية.